لوحات من الإبداع والتميز تستعصي على الوصف والمنى والأمل. عودة الاتحاد لقسم الأضواء. مزيد من التفاصيل في روبورتاج لياسين حمدون ومحمد سعيد. توقفت عقارب الساعة في طنجة، الكل وحد القبلة من أجل الاتحاد. جحافل من العشاق، من الشيب والشباب، من الرجال والنساء، أعادوا للأذهان ذكريات الزمن الجميل، ولكن هذه المرة في ملعب طنجة الكبير. وإليكم الصورة، عفوا إليكم الإبداع في أبهى تجلياته. صراحه المكان ديالنا خصو يكون في القسم الاول باش نعطيو واحد اللمسه اضافيه للبطوله الاحترافيه. حشومه الجمهور كامل بخصوص فاصل هيركوليس يكون في القسم الثاني. بكل صراحه المكان ديالنا ماشي القسم الثاني، وكما كيقولوا لي جروب باغني بان هيركوليس وجمهور طنجه قنبله موقوته في القسم الاول، وما ادراك ما كنا في القسم الاول. كاين امل، مازال امل واخا التعادل ان شاء الله ماشي نعملوا حتى الاخر حتى المقابله خنيفره. امل ديالنا مصعود على اللاعبين وعلى الجمهور، هادو هما الناس الحقيقيين للفريق، وان شاء الله هذه السنه كاين الصعود وان شاء الله تضافر الجهود جاي من المكونات. وبكل صراحه تحيه كبيره للجماهير اللي اليوم اكثر من 45,000 متفرج في القسم الثاني. قمة النادي المكناسي حطم فيها الجمهور الطنجاوي كل الأرقام. أكثر من 40,000 متفرج ساند الاتحاد. عشاق استلهموا فن الوفاء من أحباء البوكا وعشاق الميلان وأنصار البارسا والريال. فرغم سيطرة الاتحاد إلا أن الكوديم عرف من أين تؤكل الكتف عبر ثنائية إسماعيل العماري في الدقيقة 10 والدقيقة 23. وقبل أن يسدل الستار على الشوط الأول كان لابد من ردة فعل طنجاوية، وبالفعل سيل من الهجمات نجم عنها هدف جميل لمحسن الخياطي في الدقيقة 40. وفي الفصل الثاني استمر الحماس، وإرادة أبناء الرئيس لم تنكسر عند الأسوار الإسماعيلية، والنتيجة هدف للإيفواري هيرفي عبر ركلة جزاء في الدقيقة 53. هدف نشر الفرح في المدرجات ورسم البسمة على محيا الأنصار. ما تبقى من زمن اللقاء غلب عليه تسرع طنجاوي وحذر مكناسي ليسدل الستار على القمة بالتعادل. نتيجة لم ترضي أهل عروس الشمال، ولكنها كانت كافية لأبناء مكناس الذين يحتلون الرتبة الرابعة في سلم الترتيب العام.
السباق لا زال مستمر، كنظن باقيين متكافئين مع النادي المكناسي. الى ضيعنا 2 نقاط في مدينه طنجه ان شاء الله غادي نمشيو نقلبوا عليهم في قصب التادله باش نبقاو في لاكورس. كنظن مقابله جميله، مع الاسف كنا باغيين نقدموا 3 نقاط للجمهور اللي يستحق في كل ساحه فائق في القسم الوطني الاول، ولكن ما تاتاش لنا ذلك. غادي نحاولوا نعوضوا ان شاء الله في المقابله المقبله. احنا لقينا صراحه الضغط في هذه المقابله هذه، بحكم ان كنا يعني كان ضروري نفوزوا في هذه المقابله، ولكن نتمنى اننا نعوضوا هذه النتيجه في المقابلات اللي جايه ان شاء الله. وكما كتعرف الخساره ديال خنيفره تخلينا نكونوا مرتاحين اكثر ان شاء الله في المقابلات اللي جايه. بكل صراحه الشوط الاول كنا مضابطين تكتيكمون، قدرنا نسجلوا هدفين، تراجعنا في هذه الحاله نتاع اللاعب الهاوي ما عندنا ما نديروا. الفريق الخصم بكل صراحه ادى مباراه في المستوى، سيرتو الشوط الثاني هو اللي دار لو جو، حنا وناصبي لو جو. دونك اليوم كان عرس كبير لا بالجمهور لا بهذا الملعب، يعني جميل جدا. فبكل صراحه حرام هذه المدينه ما تكونش عندها فريق من القسم الوطني الاول، ولو انني انا كان باغي الفريق ديالي يصعد، ولكن بكل روح رياضيه هذه المدينه خصها فريق القسم الوطني الاول. هي هبة طنجاوية تتكرر في كل لقاء، فهم أوفياء يجددون العهد في كل مباراة. قلوبهم تنبض بحب الاتحاد وأعينهم تنظر للقسم الوطني الأول، عسى أن ينصفهم القدر ويعود معشوق الجماهير الاتحاد لقسم الأضواء. اتحاد طنجة أدوا واحد مباراة زوينة مباراة زعما عندك ما تقول عليها، مباراة بمستوى ما عندي ما تسالوا. باقي عندكم الأمل إن شاء الله طنجة تطلع للقسم؟ ادخلوا العام اللي ماشي تدخلوا هذا العام هذا. دائما ان شاء الله، دائما اتحاد طنجة، فيفا اتحاد طنجة، يا ميديا طنجة وان شاء الله اليوم بريميرا ان شاء الله تطلع المره ما جايه ان شاء الله تطلع ان شاء الله. باقي عندنا الامل وحنا دائما معاهم ان شاء الله، راه برا الدار ولا في الدار حنا دائما معاهم. الجمهور الرياضي الطنجاوي معروف على صعيد العالم، ما حتاش نزيدوا نفكروهم فيهم، ما كيعرفوا طنجه واش كيسوا. ان شاء الله العام خميسات باتحاد طنجه طالعين ان شاء الله. الاداء الفني كان في المستوى العالي، لان اتحاد طنجه كانوا متخلفين بجوج الاصابات 0 ورجعوا في النتيجه في الشوط الثاني، ورغم عده محاولات كان انتصار اليوم مستحق ديال اتحاد طنجه وما جابش الله. والنادي المكناسي كانوا متمركزين في وسط ميدان. ان شاء الله طلع طنجه الدرجه الاولى ان شاء الله، ودائما اتحاد. بداية اللقاء كانت من مسك وعنبر، أما النهاية فمن علقم، تحطيم للمقاعد واشتباكات مع رجال الأمن في استمرار لمسلسل الشغب الذي ينخر الجسد الكروي ويجد لنفسه يوما بعد يوم رقعة جغرافية أوسع. ولكن رغم النهاية القاتمة لسان حال طنجاوة يقول: نحن للقسم الوطني الأول صاعدون ومن خلفكم متجندون، فلا تخلفوا الميعاد يا جنود الاتحاد، ودعونا نكتب وإياكم شهادة الميلاد، ميلاد طنجة الكبرى، عبر بوابة الساحرة المستديرة.